في وسط زحمة سوق العربيات في عربية واحدة قدرت تثبت انها الجوكر الحقيقي اللي بيدور على لقمة عيش حلال، شيفروليه N300 او زي ما المنصور بيسميها موف. بقت هي الاختيار الاول لكل واحد بيبدأ مشروع صغير او شغال في مجال النقل، والسبب بسيط، انها بتجمع بين السعر المنافس وكمان الاعتمادية اللي بتعيش سنين. العربية دي بتيجي بموتور 1200 سي سي اقتصادي جدا، بيطلع قوة 85 حصان مع فتيس مانيوال 5 سرعات، يعني مصاريف تشغيلها في المتناول وميكانيكيتها بسيطة ومفهومة. بس القوة الحقيقية في المساحة. العربية دي بتشيل من 7 ل 8 ركاب مرتاحين، ولو طبقت الكراسي اللي ورا هتتحول لمخزن متحرك بيشيل اكتر من 1200 لتر بضاعة، ودي ميزة نادرة جدا في فئتها السعرية. المفاجأة ان سعرها الرسمي حاليا حوالي 546 ألف جنيه، وده بيخليها واحدة من ارخص الحلول التجارية اللي موجودة في مصر، زيرو، مع تصميم عملي وتوفر في قطع غيارها في كل مكان. N300 بتثبت انها فعلا عربية المهام الصعبة والرزق الواسع. تفتكر في عربية تانية في مصر تقدر تقدم نفس المعادلة دي بالسعر ده، ولا شيفروليه هتفضل مسيطرة على لقب ملكة الشارع لوحدها؟